الرواني النهارده هنعمل مع بعض الرواني بطريقة جميلة جدا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الرواني دي من الكيكات السهلة جدا وكمان الممتعة، وهي خليط بين الكيك والبسبوسة مع بعض. طريقتها سهلة وجميلة واقتصادية، من أجمل الحلويات الشرقية اللي ممكن تعمليها. طعم ولون وريحة زي ما انتوا شايفين، اللون بتاعها ذهبي جدا، وكمان الكيك نفسه اسفنجي جميل وممتعة وسهلة، والسيرب غرقانة كده في السيرب. طعمها جميل وعن تجربة مش هتبطلي من عمايلها. كل أسبوع لازم هتعمليها مرة في الأسبوع. حلوة جدا في الفطار مع كوباية حليب. هنبدأ على طول مع بعض بالطريقة بتاعتنا. في البداية معايا كوباية ونص من سكر الحبيبات. في المج بتاع الشاي العادي بتاعنا ساعة الكوب ده 250 ملي، عليهم كوباية ونص من المية. يبقى المية هتبقى قد السكر. كوباية ونص سكر عليهم كوباية ونص من المية، هنرفعهم على النار على درجة حرارة متوسطة لحد ما يغلي معانا. وبعد كده هندخل على طول على طريقة الرواني. هنجيب معانا شفشق الخلاط وننزل عليه بثلاث حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة، وعليهم تلت كوباية من السكر الحبيبات، وعليهم معلقة من الخل طبعا علشان ريحة الزفارة، وكمان معانا كوباية إلا ربع من الزيت، وعليهم بالظبط كده كوباية إلا ربع من الزبادي، علبة كاملة اللي هي 170 جرام، ومعانا رشة من الفانيليا، نص كوباية بالظبط كده من جوز الهند مبشور او اللي هو الحب مفيش منه اي مشكلة. هنضرب طبعا كل المكونات زي ما انتوا شايفين في الخلاط بالطريقة دي لحد ما كل المكونات بتاعتنا تندمج وتتضرب كويس جدا. بعد السيرب ما يوصل معانا للمرحلة دي هنعصر عليه نص ليمونة ونديله 4 دقايق وننزله على طول. بعد كده هنجيب معانا كوباية من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. طبعا أهم حاجة في الكيك إن احنا ننخل الدقيق كويس يدخل فيه الهواء. وبعد كده معايا باكو من البيكنج باودر سواء الشيف كيك أو تاج الملوك، أنا متوفر معايا النهاردة تاج الملوك هخليتها كمان اللهم بارك. بعد كده هنقلبهم كويس جدا، وما ننساش رشة ملح بسيطة طبعا السنة. بعد كده هنشوف الخليط بتاعنا اللي احنا ضربناه في الخلاط السائل، هننزل بيه على الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح، ونضرب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس اهم حاجة ما نكترش في الكيكة في الضرب بتاعها علشان ما تجيش تهبط مننا بعد كده. دي معلومات حلوة جدا جدا لأي نوع كيك مش بس للرواني. بعد كده هنقلبه بالشكل ده، ما ياخدش فترة جامدة في التقليب. معايا كوباية من السميد بتاع البسبوسة اللي هو ممكن السميد الفلت او ممكن الاكياس لو متوفر عندك مفيش اي مشكله. هنقلبهم بالشكل ده، وانا خليت طبعا السميد في الاخر لان لو ضربته مع الدقيق في البدايه هيديني عرق وهيتخن معانا ومش هيبقى حلو لان بينفش برضو بسرعه. بعد كده هنقلبه وما نكترش في التقليب برضو، زي ما انتوا شايفين القوام ده هو اللي مطلوب مش اكتر من كده. بعد كده انا جبت معايا صينيه مقاس 26، حطيت من تحت سمنه بلدي وطبعا طعمها بيبقى مهم جدا في الرواني، وعليهم حبه من الدقيق عفرتهم بيها كده. وبعد كده نزلت على طول بالكميه بتاعه الرواني كلها في الصينيه بتاعتنا. طبعا الصينيه دي هتطلع المقاس بتاعها حلو جدا في الرواني، مش هتبقى عاليه جدا، هتبقى مقاسها حلو حلو خالص يعني. لو حابين انها تبقى عاليه جدا هنقلل طبعا في المقاس بتاع الصينيه. بعد كده انا فتحت الفرن بتاعتي قبل ما ادخل الرواني ب10 دقايق بس، ودي معلومه مهمه جدا لان لو اكتر من كده هتسخن جدا معانا وبعد كده تهبط. زي ما حضراتكم شايفين مراحل التسويه بتاعتها. كل مادة بتبقى عالية وجميلة واللون بتاعها حلو جدا. مش هنفتح عليها الشواية أبدا، هنعتمد على الشمعة اللي تحت. لو في الغاز هنوطي عليها النار بعدها على طول. انا طبعا ما طلعتهاش مباشرة، لا انا سبتها في الفرن عشان ما تهبطش، وطلعتها بعد ما بردت بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا جميلة جدا الكيك بتاعتنا، اسفنجية وطرية وجميلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين اللون بتاعها اللهم بارك. كمية السيرب بتاعتنا اللي احنا بردناها وكمان صينية الكيك بردت، الاتنين باردين. انا مش عايزة الاتنين واحدة فيهم تبقى سخنة لان كده هتعجن الكيك معانا من جوه. دي برضو معلومة مهمة جدا. هننزل بكمية السيرب، وطبعا هالكيك هتشربها كلها ما تقلقيش، هتبقى حلوة جدا جدا وكمان طعمها مسكر ولذيذة جدا. لو حد عنده عافانا الله وعافاكم سكر
ممكن يقلل من كمية السكر اللي كانت مضروبة في البداية، وكمان من كمية السيرب يشيل نص كوباية من الكمية اللي احنا عملناها. زي ما انتوا شايفين طبعا انا قطعتها في السكينة نازلة زي بالظبط زي قطن بالظبط، زي ما انتوا شايفين كده، اسفنجية جميلة جدا، ولونها بيدل على نجاحها، وكمان القوام بتاعها ظاهر جدا. انا حابة ان انا باذن الله يعني ازينها بجوز الهند، لان انا ضربت معاها في الخلاط جوز الهند، فهيبقى الطعم حلو جدا. لو حابين تحطوا اي نوع من المكسرات مفيش مشكلة، بس ده هيبقى حلو جدا. وعن تجربة انا جربتها واكلتها قبل ما اوريها لحضراتكم، اتمنى ان انتوا تمشوا بنفس الخطوات وهتطلع معاكم ناجحة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده القوام، اللون، الطعم. انا هوري لحضراتكم ترك من الرواني جميلة جدا. السيرب زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك، جميل جدا. انا بصراحة بحب ان هو السيرب بتاعها يبقى زايد شوية، بيبقى طعمها مسكر كده وجميل. زي ما شايفين الشوكة بتنزل بيها حلوة جدا جدا. السمك بتاعها حلو، السيرب نازل منها جميل. الريحة خلت ريحة البيت كلها اللهم بارك، غير طعمها. اتمنى ان حضراتكم تجربوا الرواني وتكتبوا لي في التعليقات رأيكم في الطريقة ايه. وكمان اتمنى ان انتوا تصوروها وتوريني الشطارة بتاعتكم. ادي زي ما انتوا شايفين اللون، الطعم، الريحة، القوام. مع كوباية شاي او مع كوباية حليب في الفطار هتبقى حلوة جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، لان فعلا من الطرق السهلة الجميلة الموفرة يعني، وتغيير عن اطعم الكيكة اللي احنا اتعودنا عليها. طريقتها جميلة وسهلة. كده نتفضل مع بعض ان احنا ناكلها. انا عن نفسي اكلت الترك كله، ما خليتش يعني. ربنا يبارك فيكم ان شاء الله. لو عجبتكم الرواني ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.